كنتم مع عيش صباحك مع كوكاكولا مع مروان أدري ورنا خطاب على نجوم فهم. رجعنا مرة تانية ومنورنا في الاستوديو دكتور رامي العناني استشاري جراحات التجميل والليزر. يا دكتور منورنا. انتم منورين. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل عليكم. اخبار حضرتك ايه؟ انا مبسوط جدا اني معاكم. ده احنا مبسوطين بيك، انت منورنا ومشرفنا يا دكتور، ربنا يخليك. الله يخليك. طيب السؤال العام. ايوه. التجميل كل يوم من الفروع الطبيه اللي فيها كل فتره فيها حاجات جديده. صحيح. كل يوم. ايه الجديد؟ وبعدين ناخد بقى حاجه ندردش فيها كده في المطلق يعني. هو احنا زي ما بنتكلم دلوقتي يا مروان، هو بحر كبير قوي. اوكي. هو المايك بس بعيد. محتاجين كرسي كمان. ايوه بس كده. اوكي كده احسن. تمام. طيب خلينا نقول بس ان التجميل فروعه كتير قوي. لو هنتطرق مثلا في موضوع النهارده نتكلم شويه عن الوش مثلا وايه الطرق العلاجيه. هنلاقي كتير قوي. عارف المشكله كلها اتجهت ليه للحاجات الغير جراحيه. الناس كلها تيجي تسمع جراحه، طب هنعمل حاجه في الوش، عمليه تجميليه، طب هيبقى في شد، طب الكلام ده خلى في طرق تاني كتير تستحدث في التجميل بحيث ان يبقى الموضوع اسهل للناس. أوكي. لكن في نفس الوقت عايزين برضو نحط تحتيها كذا خط يا مروان واحنا بنتكلم مع بعض ان يا جماعه ما فيش بدائل للجراحه. الجراحه دي درجه معينه المريض هيحتاجها. ماشي. ايوه. لا لسبب ان احنا هو ده النقطه اللي ممكن الناس للاسف شديد تلعب عليها. انت دلوقتي واحد خايف من عمليه، فبالتالي طب في طريقه بقى تاني حلوه، اوكي يلا بينا، تكتشف في الاخر ان نتيجتها مش لازم توصل للدرجه بتاعت الجراحه ابدا. حد مثلا عنده سقوط في وشه خالص، ترهلات كبيره قوي، ففي الاخر ده لازم يتعمل له مثلا عمليات شد. ممكن يعني نتكلم في استفاضه في الكلام ده. لكن ايه الطرق بقى اللي استحدثت بقى فعلا في التجميل تحس ان انت ممكن يبقى الشكل احسن؟ خلينا بس نوضح برضو حاجات معينه كده ثوابت عشان الناس ساعات بتسال فيها كتير. بنسمع كتير قوي عن البوتوكس والفيلر وحاجات كتير قوي كده. يا جماعه بس نقطه ومفيش اي كلام فيها، مفيش بديل للبوتوكس، بس عشان في حاجات كتير قوي بتتقال. البوتوكس ده ملوش بديل. البوتوكس ده بيشتغل على عضلات الوش. انت بتضحك كتير، بتتعصب كتير، بتكشر كتير، بتندهش كتير، فهو بيشتغل على العضله نفسها بتاعه ملامح الوش يريحها. فيخلي، ودي نقطه مهمه قوي، يخلي الناس ما تظهرش عندهم الخطوط او التجاعيد التعبيريه بدري. يخلي يعني حتى دلوقتي في ناس يقول لك ايه ده انا ما احقنش بوتوكس. البوتوكس ده مثلا زي مثلا ميك اب، ما تحطيش ميك اب كتير اصل البشره هتبوظ مع الوقت. لا، البوتوكس ده علاجي. البوتوكس ده بيتحقن من بدري. احدث الدراسات العلميه كلها وفي المؤتمرات اللي احنا بنسافرها بره، في ناس بيبتدوا من العشرينات والثلاثينات تحقني بوتوكس قبل ما الخطوط اللي عندك بتظهر هنا وهنا وهنا تعلم في وشك وتتحفر في الجلد. الخطوط دي مع الوقت تضحك كتير، الخط ده يبتدي يعلم. لما تتحقن بوتوكس بكميات معقوله، ممكن نتكلم استفاضه في الحاجات دي لو حبينا، ازاي تتحقن بجرعات خفيفه تخليك ما تبقاش ماسك فيس، ما تبقاش واحد ما فيش اي انطباعات تظهر منك، لكن في نفس الوقت ما تخليش الخطوط دي تحفر علامات الزمن في وشك. طب بس ساعات بنشوف ان في ناس تعبيرات وشها مش بتتحرك من كتر ما عاملين حاجه في وشهم. ايه اللي بيعمل كده؟ هي الفكره بس قاعده عامه يعني يا رنا انت ومروان، موضوع الحقن اي حاجه في الدنيا ما زاد عن الحد بيتقلب للضد. مش معنى كده ان البوتوكس ده حاجه وحشه، لا، انت تتحقن بطريقه غلط او بكميات زياده او في اماكن غلط. اوكي. لكن لو بنحقن بكميات معقوله عادي جدا. وبنشوف زي ما بتشوف مثلا، احنا دايما عارف في طبعنا كده لو شفت حاجه زي ما قالت كده رنا مثلا وحشه، ايه ده دي واحده عملت كذا يبقى ده لا، في غيرها كتير جدا عاملين بس انت ما حسيتش، وشكلهم احلى بكتير، بس هو الحلو كتير جدا ما تعملش عليه فوكس. دايما يتعمل فوكس على المشكله اللي حصلت من حاجه، وده الطبيعي ان انا لما اروح للدكتور ووشي يبوظ ده اللي يبقى باين. انا مش بعتب مثلا ده طبيعه. انا بس ببرر. انا عايز اسال يعني ايه يتحقن غلط ويعني ايه يتحقن وحش زياده المفروض ان الحاجات دي احنا متفقين الكلام ده يتعمل عند دكاتره. صحيح. لا بيتعمل في مركز تجميل ولا بيتعمل عند واحده من اياهم ولا اي حاجه. برافو يا مروان، بس للاسف دكاتره. بس بقى المشكله ان بتشوف واحده شفتها شده. ايوه. شفتها عصب الشفه على راي الفيلم. ايوه. اترفع لفوق. صح. فين يا بنتي عملتي الكلام ده؟ عند الدكتور فلان الفلاني. صحيح. دكتور. دكتور. طب ازاي ده حصل؟ هو طبيعي نرجع بس نقطه صغيره في النقطه دي لورا.
هو اصلا مش صحيح انه بس عند الدكاتره للاسف الشديد. انت ممكن تلاقيه في البيوتي سالونز، الحاجات دي تتحقن ويبقى بوتوكس وفيلر، وجزء من للاسف الشديد من التجاره ان انت يبقى عندك السيرفيس متكامله. انا اعمل لك تنظيف للبشره، طب لو عايز حقنه فيلر انا عندي. وللاسف الكلام ده طبعا فاشل تماما، انه مش اندر خالص اي اشراف طبي. طيب دي مشكله. لما نيجي بقى للمشكله الاكبر اللي انت دلوقتي بتطرحها، ان يبقى دكتور. المشكله بتيجي في ايه بقى؟ ساعات بتبقى يا قله خبره للاسف الشديد، ودي هقولها بتبقى قليله قوي، ممكن تبقى قله ضمير سنه، بس دي مش كتير الحمد لله عندنا. قله الخبره انك تحقن، ان احنا خلينا نقول حاجه، هو اصلا البوتوكس ده زي ما احنا قلنا هي ماده تحقن للعضلات تريحها، واصلا اكتشافها كان في حاجات غير تجميليه. احنا دايما في تخصصنا التجميل بعد ما الحاجات تخترع وتستخدم في الطب في حاجات كتير، ناخد احنا الحاجات دي نخطفها ونستخدمها عندنا. فهي استخدمت في الاول اطفال يا عيني يبقى عندهم حاجه اسمها شلل دماغي، تلاقيهم جسمهم كله مخشب، بيتولدوا كده، ده عيب خلقي، تمام؟ فتتحقن للعضلات عشان تخليهم يريحوا بدل ما هم مخشبين، نوع من بسط العضلات. بالظبط كده، يخليها ايه، تريح شويه. فياخدوا جرعات خفيفه قوي من البوتوكس تتحقن لعضلات الوش. طب لك ان تتخيل بقى ان عضلات الوش دي حاجات عامله زي الفتل كده، حاجات صغيره قوي، حاجات رفيعه قوي. فلو دي الدكتور مش متمرس قوي فيها، مش معنى كده دكتور اصلا واحد، بس هو مش متمرس قوي في الحته دي، وده طبعا حاجه مش صح انها تتم. لازم لما تتم وتبقى تطبيق على البشر لازم تكون خلاص طرقت بحثا بالنسبه له وتمرس فيها جدا. تتحقن في عضله جنب العضله مثلا، فتعمل اكشن مختلف تماما. يعني هو المفروض يرفع الحاجه بينزل كتير، وممكن تسمع الحاجات زي كده بتشوفها، زي ما انت لسه بتقول ايه، الشفه اللي ضربت ولا مش عارف حصل ايه، الكلام ده كله ممكن من حاجه زي دي. حاجه تانية زي اي حاجه، انت مثلا عندك عربيه براند كبيره مشهوره جدا، مش معنى كده ان ما فيش عربيه صغيره من الحاجات اللي احنا كنا. البوتوكس كده في براند مشهور جدا منه، في حاجات للاسف مضروبه. المضروبه دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى تركيز الماده الفعاله فيه ضعيفه، ممكن تبقى مش بيور، مش نقيه، ففيها حاجات تعمل حساسيه، فتلاقي حد بيتحقن حاجه زي دي حمار بقى ورمان جامد، حاجات كتير قوي. فالموضوع ميكس ما بين قله ممكن ضمير، قله خبره، حاجات كتير قوي، فتلاقي في الاخر النتيجه مش صح. طب هل حاجه في التجميل عامه ان استحاله واحده هتبقى زي الثانيه، النتائج عمرها ما بتبقى مظبوطه، يعني بتختلف من واحده لواحده حتى لو كل حاجه معموله صح؟ بصي، هو انا لو فهمت سؤالك صح، يعني احنا دلوقتي هل قصدك ان احنا مثلا الناس بتوع التجميل كلهم بعد ما يتعمل لهم كلهم بيبقوا شبه بعض مثلا، قصدك كده؟ لا قصدي ان مثلا واحده عجبها شفايف واحده صاحبتها فقالت انا عايزه ابقى زيها، هتروح ممكن هي تطلع حاله ثانيه رغم انه نفس الدكتور مثلا. بصي انا انت قلت برضه نقطه مهمه، ان انا بالنسبه لي ضد تماما المدرسه دي. انا ما ينفعش حد يقول لي انا عاوز ابقى شكل كذا، انت ربك خلقك باحلى شكل. ازاي بقى فن جراحه التجميل الكونزرفتيف التحفظيه ان اظهر الجمال ده زياده بس مش اكتر. انت مش المفروض تغير الشكل. غيرت الشكل، المناخير اللي انت بتقول عليها مثلا شايفها او الشفايف اللي انت شايفها عند حد تاني قوي عليك انت ممكن يبقى تشوه اصلا. ملامح وشك دي هارموني، دي سيمفونيه مع بعض، صح. المناخير مع العيون مع الشفايف مع ابعاد الكلام ده. على فكره في التجميل في مقاسات ونسب معينه طبعا، وكمان عارف بقى يا رون، مش مقاس فيكسد، ده رينج، عشان صح. المقاسات كلها للوش كلها بتتغير، فالابعاد كلها بتتغير، فيقول لك رينج ما ينفعش يبقى ازيد قوي من كذا والا ده يبقى تشوه، لكن العب في الرينج ده زي ما انت عايز، هيبقى شكل طبيعي وتشوف اليق حاجه على الشخص نفسه. المفروض بقى ان ده اللي بيتقال للشخص اللي بيجي لك، انه يعني الحسابات دي انك عمرك ما هتطلع زي، او انت عمرك ما هتطلعي زي صاحبتك طبعا. وما نحبش نقول كده دايما، ودايما بحذرهم من الحته دي يا جماعه. لو انسقنا ورا اللي انا عاوز ابقى شكل كذا، هو ده قيمه التشوه، هو ده اللي بيوصلهم في الاخر. وخلينا اقول حاجه بجد بشوفها كتير قوي، ان اصلا بيكون ساعات مشكله نفسيه عند الشخص. ممكن علاجه قرص اصلا ب 2 جنيه يعني اساسا. انت ممكن تلاقي واحد هي اصلا ما عندوش ثقه، او هو ما عندوش ثقه، ما عندوش مشكله قوي، لكن ايه، بيحاول عارفه زي ما بيقول ايه، يطرح مشكلته بشكل تاني. طب انا مثلا متضايق قوي من مناخيري، انا متضايق قوي من حواجبي، انا متضايق مش عارف ايه، انا متضايق من قوي ايه، بس هو تكتشف في الاخر لو راح للدكتور النفسي في العياده اللي جنبك، قعد معاه شويه ودردش كلمتين، جلسه جلستين، هو بقى ساتسفايد جدا بنفسه. وعلى فكره ده اصلح للدكتور كمان بتاع التجميل. دكتور التجميل اللي هينساق ورا الكلام ده، البيشنت عمره ما هيبقى ساتسفايد، هيبقى دايما اي حاجه بيعملها هو مش حاسس انه راضي، مش حاسس انه مبسوط، لانه في الاخر مش هو ده اللي هو كان عايزه، هو بيسقط مشكلته في حاجه تانية تطرح تاني خالص يعني. فاهم قصدي؟ طيب هنرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا دكتور رامي العناني، استشاري جراحات التجميل والليزر وزميل الكليه الملكيه بانجلترا وعضو الاكاديميه الامريكيه لجراحه التجميل. 1006 رقم المسجز، 3835022 رقم تليفون. هنطلع نسمع اغنيه واعلانات ونرجع سريعا. انتوا مع عيش صباحك مع كوكاكولا مع مروان أدري ورنا خطاب على نجوم فهم.
دكتور رامي العناني استشاري جراحه التجميل والليزر وزميل الكليه الملكيه بانجلترا وعضو الاكاديميه الامريكيه لجراحه التجميل، لسه منورنا ومشرفنا. 1006 رقم المسجز 38335 ده رقم التليفون. طيب يا دكتور، من وجهة نظرك ايه اللي يخلي واحدة تجيلك تقول لك انا عايزة احقن وشي؟ ايه اللي هي تشوفه يعني؟ حلو قوي. بصي، هو خلينا بس نبقى فاهمين يعني مايك برضو بعيد شوية، برضو بعيد. انا استاذنك. اوكي، كرسي شويه كده برضو. اوكي كده كويس. طيب خلينا نقول بس ان لازم الناس تفهم ايه مفهوم الحقن اصلا. يعني الناس تسمع حقن حقن حقن. الحقن دي حاجات كتير قوي. اتكلمنا قبل الفاصل، كنا شويه في موضوع البوتوكس وكلام كتير قوي، ممكن بعدين بقى لو عندنا ان شاء الله فرص ممكن نبقى نتكلم فيها. في حاجات اسمها الفيلر، ودي مواد حقن بتبقى جايه من كلمه فيل، هي ماده مالئه فبتملى اماكن فيها ضمور او تجاعيد ثابته او خطوط ثابته، وبرده ممكن يبقى نشرحها. في حاجات تاني ممكن بتحقن فيتامينات مثلا للبشره بحيث انها تزود فيها النضاره، وبعض الاماكن اللي بتبقى غامقه ازاي تعمل لها تفتيح. في طفره كبيره جدا في الطب واسمها حقن البلازما، ودي ممكن نبقى نستفيد عنها. يعني ايه بلازما؟ عشان دي في كل فروع الطب دلوقتي بقت عامله بومينج كده، حاجه طبعا طفره كبيره جدا. في كمان حقن حاجات ممكن تبقى زي الدهون، مثلا حد عنده فعلا ضمور عموما في البشره ووش خس تماما، زي ان احنا ممكن ناخد دهون من اماكن في الجسم ونعيد تاني صياغتها بشكل معين بحيث ان احنا نقدر نحقنها تاني في المكان ده فتفيده. في حاجات، وطبعا في مفهوم حاجه اسمها الخلايا الجذعيه كده، ممكن يبقى نتطرق ليه نسبيا يعني عليه. لسه فيها كلام. لا ده فيها كلام كتير قوي. خلينا يعني دي برضو جزئيه كبيره قوي، ممكن نسرين نعرف ايه الصح والغلط. مكلفه جدا وقصه وايه القصه بتاعتها، عشان بس الكلام ده بيتاجر بيه غلط. فهو قصه كبيره قوي، ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. وفي حاجه اسمها حقن الخيوط. في حاجات للوش نفسها، خيوط بتعمل شد للبشره. فطبعا كل الحاجات دي حاجات ومش بدايل لبعض، يعني معظمهم كل واحد ليه استخدامه اللي هم بيعتبروا في الاخر مكملين. طب مين اللي هينفعه ايه؟ زي ما كانت بتسال رنا، لازم بس يبقى في تقييم صح يا جماعه. خلينا نفهم الاول، في تخصصين في الطب، في جراحه تجميل وفي جلديه. حلو جدا كده عشان كده يبقى واضح. جراحه تجميل بيبقى مثلا عنده تولز كتيره قوي سواء بدايه من الحقن اللي احنا بنتكلم عليه واستخدام بعض الاجهزه الخارجيه مرورا لغايه ما نوصل للجراحات. كل الكلام ده بيبقى متاح قدام جراحه التجميل بحيث ان هو يشوف ايه الانسب للشخص. ونبقى فاهمين حاجه، كل ما بيتقدم بينا السن كل ما بيحصل عيوب كتير في طبقات الوش. احنا دايما طبقات وشنا عباره عن ايه؟ من بره لجوه جلد، في انسجه بتبقى رخوه تحت الجلد، بعد كده بيبقى في دهون، بعد كده في عضلات، بعد كده في عظم. كل حاجه في دول مع السن بتتغير. تمام؟ سواء الجلد المرن بيفقد مرونته، سواء الانسجه اللي تحت بيحصل لها ضمور، العضلات بيحصل لها مشاكل، العظم نفسه بيحصل له مشاكل وضمور. انا عاوز اقول قبل بس تايم ان احنا ممكن كمان بعد كده نتكلم في طبقات الوش والعلاجات اللي احنا هنستخدمها في الحقن بعد بقى الفاصل ان شاء الله. طيب خلينا نرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا دكتور رامي العناني استشاري جراحه التجميل والليزر وزميل الكليه الملكيه بانجلترا وعضو الاكاديميه الامريكيه لجراحه التجميل. هنطلع نسمع محمد منير ونشره اخبارنا ونرجع على طول على نجوم فهم. طيب يا دكتور، كنا بنكمل ان طبقات الوش جلد، انسجه، عضلات، ما شاء الله، دهون، عضلات، ايه بقى؟ عظم. اوكي، هو ده كان رد بس على سؤالك لما انت كنت بتقولي لي ايه، طب احنا اللي هتيجي هي هتنفع تعمل حقن ولا تعمل ايه؟ بالظبط. كل ما يبقى عشان نقرب بس شويه الفكره، هي مش بالظبط كده طبعا، بيبقى في تقييم طبي شويه للموضوع ازيد من كده، لكن كل ما تبقى الدرجات خفيفه بتاعت التعديل اللي حصل او الحاجات اللي طرقت على البشره، كل ما ينفع التدخل غير الجراحي. تمام. كل ما يبقى المشكله اكبر كل ما احنا بنتجه كده اكتر للتدخل الجراحي، وعشان ما نديش الحاجات اكبر من حجمها. يعني لما اقعد اقول مثلا بوتوكس، فيلر، بلازما، وريفر، دهون، الحاجات دي كلها بنتكلم فيها، خيوط، كل الحاجات دي ليها يا جماعه درجه معينه تشتغل عليها، واكتر من كده مش هتجيب نتيجه. عشان نكون واضحين هيبقى لازم نخش الجراحه. والحاجه المعينه يعني اللي مثلا عايزه تشيل التجاعيد بتاعه العين، حلو، ما ينفعهاش غير بوتوكس ولا ممكن ينفعها بوتوكس وفيلر وخيوط مثلا؟ تمام. بص بقى، ده هيخلينا بس هنخش نشعب سنه صغيره ان احنا عندنا في خطوط بتبقى تعبيريه وخطوط ثابته. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مروان قاعد قدامي كده، عملش مثلا اي حاجه طباعه بوشه، مفيش اي حاجه، لو حد مثلا ضحك تظهر خطوط. هنا دي اسمها خطوط تعبيريه، مشكلتها ان العضله شغاله زياده
فبتعلم في الوش. ساعتها احقن بوتوكس بس اللي احنا قلنا في اول الحلقه بيتحقن العضله يريحها، هيعالج الموضوع. لكن فرضا جدلا الحاجات دي تطورت واخدت وقت طويل لغايه ما علمت فعلا. عارف يا مروان عامل زي ايه؟ ورقه كل شويه تتنيه وتفردها تتنيه وتفردها، ايه اللي هيحصل؟ مكان التانية هيعلم في خط. مظبوط. فمع الوقت الخطوط التعبيريه اللي بنقول بتروح وبتيجي بس مع الحركه هتعلم في الجلد، هيبقى في خط. ساعتها الموضوع تطور سنه، هتحتاج بعد البوتوكس انك تحقن ممكن حاجه على سبيل المثال زي الفيلر عشان تملى مكان الضمور اللي حصل في مكان الجلد. الجلد بقى فيه في الخط ده نفسه اللي هي التجاعيد الثابته او الخطوط الثابته بقى فيه ضمور في طبقاته، فانت محتاج تعمل ريبليسمنت، تعمل تعويض للحاجه اللي حصل لها ضمور، فتحقن فيلر. من هنا الفيلر وكلامه كتير قوي. ممكن الفيلر يتعالج بحاجات مثلا، يعني يتعالج بالفيلر خطوط ثابته معلمه في الجلد، او حد مثلا خطوط مثلا بتبقى عامله هنا دي كده مشهوره جدا، اللي هو الخط اللي من الانف للفم من الجناب اسمه النغزتين باين. لا النغزه دي حاجه حلوه، ان واحد عايز تعمل نغز هنا وهنا دي حاجه ثانيه. لكن دي خطوط بيسموها هي بالانجليزي نيزولابيال، يعني من الانف للشفايف. الخط اللي بيبقى من الجناب ده كده ده خط ثابت معلم في ضمور حصل في المنطقه دي، فلازم تحقن ماده زي الفيلر تعوضه. او ساعات بيبقى مشكلته حاجه تانية، ان يبقى الخد نفسه خس، فتلاقي الخد ده نفسه لما خس سقط فعمل هنا تانية تهدل. بالظبط كده. فهنا لازم تعمل ريبليسمنت ونتكلم في الكلام ده. المهم ان احنا ايه، زي ده رد سؤالك، ان انت ممكن تلاقي واحده تتعالج بحاجه واحده، ممكن تتعالج بحاجتين، وممكن بحاجات 3. المهم ده تقييم طبي صح بيحدده الطبيب طبعا عشان نوصل. هو طبعا دلوقتي بقى مشهور قوي ان مثلا مريض يجي دكتور عاوز احقن بوتوكس، عاوز احقن فيلر، وساعات يبدل الحاجات. يعني ايه؟ يبقى هو محتاج فيلر بس من كتر ما بيسمع البوتوكس يقول لك بوتوكس او العكس. فهنا دي قصص يعني نتكلم عليها باستفاضه. هو جاي مشخص. ما هو التجميل مشكلته عارفه هي لا على فكره نادرا ما بيبقى هو لا. هو أيوة. بس قليلين. هو مش ده زي صح هي. يا بدأ جماعة. يبقى فيه كتير. حلو قليل. انا في النص منكم انتوا الاثنين صح يا جماعه. هو الرجاله واستاذ كتير، وفعلا استاذ طبعا اكتر من الرجاله. بس عارف والله يا مروان، ابتدى دلوقتي من كتر كومنتات الستات على الرجاله ابتدى يتجهوا شويه، تلاقي واحد جايب مراته فتقول له انا هو ما بيتكلمش يعني. هي اللي بتقول بص يا دكتور انا عاوز له هنا كذا وعاوز له هنا كذا، وحياه ربنا ده كتير. ونشيل رجلاش 5 سم. وعلى فكره الرجاله عشان يعرف يعضعض. عسل. عارف والله. دلوقتي القصه بس ان احنا الحقن كمان اللي احنا بنتكلم فيه ده لما بيتطور شويه. يعني خلينا مثلا نقول الخيوط اللي احنا قاعدين نتكلم عليها من بدري دي، يعني ايه خيوط؟ هي خيوط استحدثت جديده بحيث ان احنا ايه، الناس برضو في حاجات مش فاهمينها. لما نيجي نقول في ترهل في الجلد، يعني دلوقتي ده كميته تعتبر زياده. هو مع الوقت السن زي ما احنا قلنا في حاجات بتطرق كتير، الجلد بيحصل له تهدل زي ما انت قلت كده. نتيجه ايه؟ ربنا خلق لنا في الجلد حاجات مطاطيه طبيعيه كده عامله زي الاستيك. مع الوقت الحاجات دي بتتقطع، فنلاقي الجلد لما انت بتشده دلوقتي كده بيرجع معاك، مع السن بتشده ما بيرجعش، بتلاقيه ايه، هو متهدل اصلا. فبالتالي عشان بس الناس تبقى متخيله يا جماعه، اللي عنده ترهل ما يقعدش يطمح لحاجات غير جراحيه تعالجه. الجلد زياده كله هيروح فين؟ مش هيحصل وهو فقد مرونته. هنا الجراحه نفس فكره، يعني عكس عمليه او قريبه من عمليه الشد. الله ينور عليك. هفضل هشد وبعدين خلاص حواجبي بقت في نص راسي. برافو عليك. دايما نقول ايه، ارجع للناتشرال. هو انت الفكره في ايه؟ ما ينفعش ان انت تعمل واحده مثلا عمرها 60 70 سنه، ما ينفعش اشدك علشان تبقي 20 سنه. احنا مش هنضحك على الناس. الموضوع لازم انت بتحاول تعمل زي ما قلت في الاول خالص تناسب. يعني انت عاوز تعمل لمسه ان انت ترجع الشكل ما يبقاش اوفر شويه. يعني واحده عندها 60 وباين عليها قوي السن، ترجع شويه 50 40 45 باشكال كمان، ويبقى واضح ان هي شكلها مش طبيعي. تجميل بس، تجميل وتلبس لبس مختلف وتعمل شعرها مش عارف ازاي، يعني طبعا تبقى منظومه متكامله. طبعا. فهو الفكره كل تول من دول، الخيط اللي احنا بنقول عليه ده هو بيعمل ايه؟ لو في سقوط مش ترهل. ترهل ده يعني جلد زياده، يبقى ده لازم يتشال. مش ما ينفعش. هيروح فين؟ ما فيش حاجه في زياده. عندك هدومك واسعه، مش هنملاه لحد ما نبقى كرومبا. يعني هتضيقها ازاي؟ لازم في خياطه، فرق التشبيه طبعا عشان تعرف تضيق. صح. لكن الفكره دلوقتي انت مثلا في سقوط شويه، يعني الخد حصل فيه سقوط سنه، ده ملوش بديل غير ان انت ممكن تعمل حاجه زي الخيوط. الخيوط دي خيط جراحي بيمتص مع الوقت. تحت الميكروسكوب هتلاقي فيه زي هيلبس كده، فيه زي الخطافات هوكس كده، خطافات دي بتخش جوه طبقات اللي هي فيها سقوط وترفعها لفوق، فيحصل رفع للخد. لو حد عنده بعض العيوب عاوزين نرسم المنطقه بتاعه الدقن، في حاجات معينه الخيوط تعملها. لكن اللي جاي لك عشان ده بيحصل كتير، واحده عندها ترهلات في الوش كله، تقول لك يا دكتور مش عايز اعمل عمليات اصلي اي حاجه عمليات، بس سمعت عن الخيوط الدهبيه. هل الخيوط دي تحل لي؟ طبعا لا. وللاسف ممكن ناس تعمل حاجات زي كده. في الاخر ايه اللي بيحصل؟ ما بتحسش باي تحسن. يقول لك في الاخر التجميل مش حاجه كويسه. لا، هو التقييم الصح اللي هيتعمل صح، الجراحه جراحه
والاستخدامات بتاعت الحقن حاجه تانية خالص، بتبقى مفيده اب تو ليميت. وعندنا في حاجه لو عندنا وقت نتكلم فيها، حاجه اسمها حقن البلازما، ودي قصه كبيره قوي. خليها بقى اللينك الجاي نتكلم فيها على انفراد. في امل يا رنا الحمد لله، يعني على انفراد هنتكلم حرام عليك انفراد. لا في امل يعني كده بقى في امل. في امل ليه؟ تبقى شبه البني ادمين بالظبط. انا عايزه ابقى شبه كرومبا. انا افتكرت العروسه دي، عارفها زمان كان عندنا كرومبا. دكتور رامي العناني استشاري جراحه التجميل والليزر، زميل الكليه الملكيه بانجلترا وعضو الاكاديميه الامريكيه لجراحه التجميل. مالكيش شغل تاني معايا. اعلانات ونرجع. عيش صباحك مع كوكاكولا مع مروان أدري ورنا خطاب على نجوم فهم. رجعنا مرة تانية. دكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل والليزر وزميل الكلية الملكية بإنجلترا وعضو الأكاديمية الأمريكية لجراحة التجميل. مش هتيجي تاني صح؟ بعد المنظر اللي انت شفته ده لسه في طريقه برايل كمان وبيبقى في حاجات كتير. البسي النضاره مفيش ده سهاري مش لاقطه حاجه بيهم بس يعني مجازا. اتفضلي. والله متعاون انت جدا. هنعمل ايه؟ بنتنا برضو هنعمل ايه؟ والله انا يعني مش عارفه اقول لك ايه. اسالي على طول. طيب يا دكتور نكمل بقى موضوع الحقن والفيلر والكلام ده. حلو. احنا كنا بنتكلم على نقطه كانت مهمه قوي قبل الفصل في نقطه البلازما. ايوه. كنا بنسمع، وعلى فكره يعني لو اي حد دخل دلوقتي عمل سيرش على الانترنت وسمع يشوف حاجات كام بلا حصر منه. طب بس موضوع التجميل ده بالذات يعني بيبقى الواحد بيخاف شويه من الحاجات الجديده، لان بعد شويه يرجعوا يقولوا اصل اكتشفنا ان ما كانتش احسن حاجه واصل ليها عيوب ولما اتجربت ولما. بس هو احنا ايه اللي سمعنا عنه اخر مره في التجميل في الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده؟ يعني ايه في حاجه اتعملت واكتشفنا مع الوقت انها كانت حاجه مضره؟ ما حصلش خالص في التجميل غير في حاجه وكانت من زمان جدا، ودي نقطه مهمه قوي كويس انك برضو قلتيها. موضوع الفيلر ده موضوع شائك في حته. الفيلر زي ما قلنا هي ماده مالئه، بس هي لازم نبقى عارفين ايه اللي بيتحقن. يعني لما بنقول مثلا بناخد دهون من حته مره وتتحقن تاني، احنا عارفين ان دي من جسمنا وليه، فطبيعي جدا انها تبقى حاجه امنه تماما. لما نقول حاجه هنجيبها من بره وهتتحقن في مكان عشان تعمل امتلاء في حاجه لا مفيش. نامت صح؟ ما تضحكش عليا. نامت. معايا؟ هي صح يا شكلا الكلينيكين هي ماتت من سنتين. استنى هامله فيلر دلوقتي وبص. اتفضل يا دكتور. فبنلاقي الماده المالئه دي اللي بتتحقن لازم تبقى امنه. طب يعني ايه؟ الحاجات دي كتير قوي في بتروج ليها، يعني يتقال ايه؟ انا هحقن ماده هتفضل طول العمر، ماده دائمه. اول ما تسمعوا كلمه زي دي رجلك سنك واطلع اجري بجد. لما يقولوا ماده ايه؟ مالئه دائمه هتقعد فتره طويله. عشان دي ماده صناعي. دي ماده غير مرخصه اصلا دوليا، محظوره دوليا اصلا. مفيش حاجه اسمها كده. المواد الصناعي دي غلط على الجسم. خلاص دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هقول اسم علمي مش اسم تجاري، هو الهيرونيك اسيد. دي الماده اللي بتخش اصلا طبيعي في تكوين انسجتنا. فهي دي اللي مخلطه صناعيا، بس هي ماده طبيعيه بتتحقن وتبقى امنه. ومش بشكل عام، في انواع 2 3 4 المشهورين على مستوى العالم لتصنيع الماده دي، هي اللي بتبقى امنه وبيور. في شركات تاني بتعملها بس بتكون اقل في الجوده شويه، لكن في الاخر برضو نسبيا امنه نتيجه ان هي هيرونيك اسيد في الاخر. طيب انا عندي معلش يا دكتور هقطعك هنا. انا عندي سؤالين. واحد، هل ان انا لما اروح لدكتور هقول له وريني طبعا لازم تعرف الحاجه اللي الله وريني وانت بتطلع الباك او الامبول اللي فيه الماده واقرا اللي عليها؟ ما حدش بيعمل كده برضه. انا هقول لك حاجه، خلينا نقول نقطه معينه. هو طبعا مش الطريقه اللي هي تكوين وريني وانت بتفتح لكن انا عاوز اعرف اسم الماده. حقك الله. انت بتروح تغير عربيتك قطعه غيار في عربيتك، بتقول دي صناعه ايه وايه، حاجه في جسمك مكسوف تسال هي ايه. وعلى فكره الطبيعي ان الدكتور يقول، يعني المفروض انت كدكتور والمفروض ان يعني مش عارفه بتسموه ايه، المريض ده مثلا بيشوف علبه معينه في برضه صحيح. اوكي. بيشوف علبه معينه معاها جارانتي معاها حاجه ولا ما فيش كده؟ حلو. بصي هو الطبيعي الانواع المشهوره في العالم، عايز اقول لك دلوقتي بقى في ثقافه، بس طبعا في درجات تعليم معينه هم اللي بيبقوا عارفينها، وبيجوا كمان دلوقتي يسالوا على الاسم نفسه. خلاص. لكن في نفس الوقت الدكتور، انا مثلا من انصار جدا المريض يعرف ايه الماده، وكمان بديله كمان مش بيبقى جارانتي. يعني في حاجات ليها جارانتي مثلا زي السيليكون امبلانت مثلا اللي بيتحط للبريست مثلا او للثدي يعني، فده طبعا بياخد عليه جارانتي وياخد، ولازم يبقى عارف ايه النوع بالظبط، وانا من انصار جدا الكلام ده. لكن الفيلر على الاقل يعرف الاسم، ياخد البروشور حتى بتاعه، نسي الاسم يبقى موجود. كمان مش مساله حاجه،
انا دلوقتي انا دكتور موجود النهارده مثلا، مش موجود بكره، سافرت، عملت اي حاجه، المريض ده رايح بعد كده يحقن، حلو جدا تروح لدكتور لازم تاني يبقى بعد مع كده الفايل تقول له بتاعه. الهيستوري بتاعك. صحيح. انا حقنت كذا يا دكتور، انا بيجي لي النهارده حقن قبل كده، اقول له طب حقن ايه؟ يقول لي انا مش عارف، اقول له لازم انا اسف، تبقى عارف. انا اخاف احقنك بحاجه وتكون انت حقن حاجه قبل كده غلط اصلا، يبقى في الاخر مش عارفين ايه مين اللي عمل حاجه زي كده. انا كل برضو يعني انا يهمني وانت شغال انت اسمك برضو، ما ينفعش تحقن حاجه وانت مش عارف ايه اللي جوه اصلا، فلازم تبقى عارف من المريض الهيستوري ممكن بتاعه. يحصل اي حاجه طبعاً. يتفاعلوا مع بعض. طبعا طيب جداً. حد عارف؟ السؤال الثاني بس هرجع لجزئيه كانت قالتها رنا في من دقائق، انه لازم بيبقى فيه بروتوكول، يعني طبيا اللي انا اعرفه بالمعلومات الطبيه المتواضعه جدا انه بيبقى فيه بروتوكول، الحاجه دي بتتجرب بتقعد فتره صحيح. عشان تنزل السوق طبعاً. الماده الفعاله، حتى في الادويه بقى بتاعت العلاجات للامراض العاديه. صحيح. انه الدواء ده بيقعد فتره يتعمل عليه اختبارات أبحاث طبعاً. وابحاث، وبعد فتره سنه 2 3 10 20 صحيح. يقول لك الدواء ده صالح للاستخدام، والدواء ده مادته الفعاله كذا اللي بتعالج كذا. طبعاً. نفس الكلام المفروض في جراحات التجميل. أكيد طبعاً. لان انت بتستخدم الشغل كله بحاجات خارجيه. طبعا يعني حتى الجراح العادي ممكن يفتح يشيل بعد شر ورم سرطاني ويقفل. أيوة. لكن انت شغلك حاجة كله ظاهر بتستخدم وتحت- حاجه معاك. طبعا صح. هو بص خلينا بس نبقى متفقين على حاجه، اي حاجه في الطب بشكل عام ليها تصريح تداول على مستوى العالم، حاجه اسمها FDA. دي علشان اي حاجه تاخدها لازم بتمر بمرحله طويله من الابحاث والاختبارات ان هي صالحه للاستخدام البشري وامنه. على فكره في نقطه مهمه جدا برضه عشان الناس تبقى عارفاها، لما بنقول انها مرخصه ان هي تتداول، مش معنى كده انها لازم تبقى كفء اوكي انها تجيب نتيجه قوي، لكن هي امنه مش هتسبب ضرر. حته بقى انها هتبقى كفء ولا لا بتخضع لمعايير كتير قوي. اولا كفاءه الجراح نفسه اللي بيشتغل بالحاجه، وان الماده دي نفسها بتحقن بكميات قد ايه، حاجات كتير قوي معايير عشان نوصل للماده دي تؤدي الدور منها. لكن في الاول طبعا باكد كلامك جدا ان الحاجات دي كلها لازم، وعلى فكره وزاره الصحه اصلا في مصر وفي كل الدول يعني عشان اصلا منتج تعرف تستخدمه لازم بيمر بحاجات كتير قوي ترخيص، منها ان المنتج ده نفسه يبقى حاصل على ترخيص التداول العالمي اللي هو FDA. تمام. وفي كمان ده الجزء اللي علاقه بامريكا FDA، وفي حاجه اسمها CE بتاعت اوروبا، وليفر دي او دي، بس كمان احنا عندنا في وزاره الصحه بنستند اكتر بتاع امريكا اللي هو FDA، ويا سلام لو واخده التاني كمان اللي هو CE. تمام. ففي الاخر حته الامان دي نقطه مهمه جدا انها تبقى موجوده، وعشان كده انا بقول المريض لازم لما حاجه بتستخدم له يبقى عارف هي ايه. اولا علشان يطمن ان الحاجه دي كويسه، اتنين عشان الدكتور اللي هيجي لو في دكتور هيجي بعد كده يبقى عارف الهيستوري، التاريخ المرضي بتاع المريض ده مر بيه ايه قبل كده. تمام. صحيح. ندخل بس في موضوعنا لو حابين بقى، موضوع البلازما اللي احنا كنا بنتكلم عليها عشان كنا بنقول ان هي محتاجه كلام. الفكره كلها في الطب ايه؟ احنا دلوقتي في حاجات كتير قوي في كل التخصصات، احلى حاجه في الدنيا ان استخدم حاجه منك يا مروان ليك. دي حاجه جميله جدا، وعلى فكره مش في التجميل بس، يعني يمكن تبقى عامله طفرات اي حاجه بتتعمل من جسم الانسان وليه في التجميل واضحه قوي، بس دي التي حاجه كانت هي الداء بالظبط. وعارف في كل التخصصات الطبيه موجوده. احلى حاجه مثلا تلاقي واحد لا قدر الله عنده مشكله في القلب، عاوزين له شريان في القلب، ياخدوا له وريد من الرجل، ياخدوا وريد من الرجل جراحين القلب، فياخدوا حاجه من الجسم وليه بتدي بيست ريزلت، اعلى نتيجه ممكنه. انك مفيش حاجه اسمها رفض، مفيش حاجه صناعي، حاجه بتترفض بقى من جوه الجسم نفسه نتيجه حاجه غريبه او حاجه صناعي او كده. البلازما كانت البدايه من هنا. ان ايه الدم بتاعنا عباره عن ايه؟ هو سائل عايم فيه بعض الخلايا، خلايا دم حمراء زي ما بنسمع، وخلايا دم بيضاء، صفائح دمويه، حاجات كده. لقوا ايه؟ لقوا ان الصفائح الدمويه دي حاجه كده عامله زي البلالين كده يا رنا، جواها حاجه اسمها جروث فاكتورز، عوامل النمو. قال لك لو احنا جروث هرمون لا بص لك جروث فاكتورز، جروث هرمون ده هرمون النمو قصه ثانيه، وده ليه عامل تاني في حاجات تانية ممكن نتكلم برضه في التجميل برضه كويس. لكن الجروث فاكتورز بقى عوامل النمو دي حاجه موجوده في جسمنا. عارفه لما الواحد بيتعور انت بتلتئم ازاي؟ اي حاجه بتحصل في جسمك الجسم ازاي يعني بيرمها كده زي ما بيقولوا، ازاي بيلمها على طول كده ويخليها تلتئم. في عندنا عمال كده موجودين جوه جسمنا اسمهم جروث فاكتورز، بيدوروا يعني بيقوم ادوار كتير قوي جميله جوه الصفائح الدمويه. في بقى عوامل النمو، عوامل النمو دي هنتكلم عليها بقى، خلينا اللينك الجاي. حلو قوي. لسه منورنا ومشرفنا دكتور رامي العناني، استشاري جراحه التجميل والليزر وزميل الكليه الملكيه بانجلترا وعضو الاكاديميه الامريكيه لجراحه التجميل. 1006 رقم المسجز 3835022 رقم التليفون. محمد حمائي واعلانات ونرجع على طول. انتوا مع عيش صباحك مع كوكاكولا مع مروان أدري ورنا خطاب على نجوم فهم.
طيب يا دكتور، احنا كنا بنتكلم عن البلازما وعوامل النمو دي، وعايزين كمان نتكلم عن الليزر. حلو قوي. بصي، هو البلازما نرجع بس لنقطه، هي عوامل النمو دي زي ما احنا قلنا هي اللي بتبني حاجه موجوده اوريدي في الدم، جسمنا، موجوده جوه الصفائح الدمويه اللي موجوده جوه الدم. فلقوا ايه؟ ان هي دي لو اتاخدت بتركيزات عاليه، الصفائح الدمويه جوه السائل نفسه بتاع البلازما واتحقنت لمختلف الاوجه. هي طبعا كانت موجوده طب كمان. مش هي لما بتتعمل تبقى حاجه صناعي بقى خلاص؟ مش لا طبعا مش خالص، الطبيعي اللي في الحاجه الجسم بتاعتك كلها. احنا ايه زي ما احنا قلنا، الدم ميه كده، البلازما جواها عايم حاجات كتير. أوكي. احنا استقطعنا حاجات من الحاجات دي كلها، خلايا الدم الحمراء والبيضاء والكلام ده كله، وقعدنا ركزنا قوي البلازما مع الصفائح الدمويه. فبقى دلوقتي معانا حاجه اسمها PRP، يعني بليتلت ريتش بلازما، او البلازما المشبعه بالصفائح الدمويه. دي ليها استخدامات طبيه كتير جدا ومثبته على مستوى العالم، وليها ابحاث كتير جدا ومرخصه في ايه. طبعا كانت قبل التجميل بتستخدم في مجالات كتير قوي، وناس دكاتره العظم والركب وحاجات كتير قوي بتحين، عشان ناس مثلا اللي عندهم الغضاريف فيها تآكل مثلا في الركب. في حاجات كتير قوي كان ليها استخدامات من هنا. في التجميل بقى قال لك دي ممكن تعمل حاجات كتير قوي. اولا الناس اللي عندهم مشاكل وعيوب معينه في البشره، وفي عارف دايما في ناس بيبقى عندهم بشره مثلا مجهده. خلينا نقول ان الجلد او البشره ده عامل مع فريق التشبيه عامل زي التربه، زي الارض. الارض دي محتاجه حاجات كتير قوي، عناصر عشان تقدر تدي اللي انت عايزه منها، وازاي نحط لها سماد، ازاي في ميه، ازاي في حاجات ممكن تراعيها. الجلد بيتعرض لحاجات كتير قوي مع الوقت، سواء الحراره والشمس والرطوبه والاغذيه اللي ممكن يبقى فيها حاجات ملوثه، الاتربه، حاجات كتير قوي. فانت محتاج حاجه تخش جوه المصنع نفسه بتاع الجلد، تجدد الخلايا، تجدد الحاجات اللي موجوده المطاطيه، الكولاجين، الحاجات اللي احنا كنا كل الكلام ده بيتم بشكل طبيعي. حقن البلازما، وعشان الناس ما تنتظرش من البلازما اللي مش فيها برضو، هي حاجه اهم نقطه فيها، ازاي ان انا احاول اوقف او اخر شويه عوامل تقدم السن. احنا بنجهد كتير، وحاجات كتير قوي بتاثر على البشره مع الوقت، بتساعد ان احنا يظهر علينا علامات الشيخوخه المبكره. فنلاقي ان احنا ممكن بحقن البلازما دي ازاي يخلي الجلد يقدر يقاوم الكلام ده اكتر. ده اول هدف من حاجه من البلازما. الحاجه الثانيه ان احنا نساعد الجلد يحصل له دايما بعد حقن البلازما البشره تحس انها بعد ما حصل التجديد فيها وزادت الدوره الدمويه فيها تحس بنضاره. بعد البلازما دايما الست او الرجل، على فكره اي حد ممكن طبعا يعمل حاجه زي دي، ازاي ان احنا ممكن نلاقي فيه نضاره في البشره، ازاي حتى على مستوى الاغشيه مثلا زي الشفايف ممكن بيتحقن فيها البلازما، مش بيعملها تكبير زي الفيلر اللي احنا بنلاقي مثلا ساعات بص الشفايف اللي بقت فظيعه دي، لا ده فيلر اللي بيعمل كده بزياده، مش بحقن معقول عشان تصلح بس عيوب معينه زي ما احنا كنا بنتكلم اللي هو ميزان على الحد بيقلب للضد. لا، البلازما هتأدي دور في نعومه للمنطقه دي نفسها، اللون نفسه يبقى يقرب شويه من اللون الوردي. كل الكلام ده ليه؟ عشان انت جددت الخلايا بشكل طبيعي مش صناعي، دي حاجه الشخص نفسه، انت صغتها بشكل تاني. زي ما قلنا في كل جانب الطب بناخد منه وليه، احنا بناخد البلازما وتتحقن للبشره. ما ينفعش بقى يجيني مريض يقول لي ايه، اصل انا عندي تجاعيد مش عارف ايه وترهلات، احقن لي بلازما عشان تختفي. مالهاش علاقه. وللاسف ممكن يروج لكلام زي ده، ان البلازما بتعالج كلام زي ده. هي ما بتعالجش الكلام ده. هي زي ما قلنا رقم واحد انها تاخر بالنسبه لنا التقدم السن والاجهاد اللي هيحصل مع الوقت ومشاكل، وفي نفس الوقت نزود النضاره للبشره. العيوب البسيطه ممكن مع الوقت تتصلح. دي قصه في نقطه البلازما. لكن لما نيجي نقول الحاجات مع بعضيها، عشان كده نقول هي مش بديل لبعض. يعني البلازما ليها دور. شكلك عايز تقول حاجه يا مروان؟ لا انا مستني بس عايز اسال على حاجه بس لا يعني هي الفكره كلها حاجات مكمله لبعض. ازاي ان انا دي للعضلات، دي للجلد، دي للانسجه اللي تحتيها، دي تشتغل على المنظومه كلها، الخيوط في سقوط ترفعه، مش بدايل لبعض. قول بقى سؤالك كده. خلايا جذعيه تمام، عشان دي كسر فيها الكلام. ايوه، وهو بروتوكول مستخدم بره، وطريقه من احد طرق الحاجات اللي استحدثت بقى لها مثلا 10 سنين. طبعا هي في مصر نصبايه. تمام، يعني يؤسفني ان انا اقول ده، لان انا مريت بتجربه مع احد الشركات ما عملتهاش، بس الارقام مبالغ فيها، وحسيت ان اللي بيكلمني مش دكتور. صنايعي، عامل محاره، فني تكييف، حاجه كده يعني. ايوه طيب صح. ولكن مؤخرا كمان سمعنا انها بقت بتدخل كمان في عمليه التجميل. هي الخلايا الجذعيه هو الحبل السري اللي بيستقطع من الطفل وبيتم تخزينه بطريقه معينه عشان يستخدم في علاج امراض بعد كده قد تصيب الشخص ده. صحيح. بص اقول هو ده هي تجميل، يعني علاقتها بتجميل. بص هو الفكره بس يا جماعه علشان نحسمها تماما، وقول فصل زي ما بيقولوا، ودي انا اثرتها قبل كده واتكلمت فيها كتير يا جماعه. الخلايا الجذعيه دي ممكن تبقى قدام حاجات حلوه كتير قوي تيجي منها، لكن في حاجات كتير قوي دلوقتي طور البحث.
خلاص خلينا نتكلم في الجزء الخاص بتخصصي وهو التجميل. بس هنوه على حاجه صغيره قوي قالها مروان دلوقتي في نص الكلام عشان ما يحصلش خلط. يا جماعه في حاجه اسمها خلايا الجذعيه الجنينيه والخلايا الجذعيه الشابه. يعني ايه؟ الخلايا الجذعيه اللي كان بيتكلم عليها مروان في الحبل السري دي الجنينيه، دي مالهاش اي علاقه خالص بتخصصنا ولا بشغلنا، ودي بيتاخد زي ما قال كده مروان، بتاخد يعني سامبل او عينه من الحبل السري وبتتخزن في بنك معين علشان قدام العلم ان شاء الله. وفي دلوقتي حاجات اثبتت بس وبره اكتر طبعا في الناس اللي قدر الله عندهم مشكله في الكبد وزراعه الكبد وزراعه النخاع وحاجات كتير قوي بالزبط. قصه كده ده الجنينيه. خلاص لما بنيجي نتكلم دلوقتي على الخلايا الجذعيه الشابه وهو ده مسار كلامنا وهو ده اللي بتقول عليه برضو في جزئيه فيها شويه كمان نصبايا للاسف الشديد في الكلام اللي احنا بنقوله. دي ليها مصدرين. في مصدر بيجي يتاخد منه نخاع العظم نفسه وده صعب جدا ان انت تخش البذل بالظبط كده. ما شاء الله ده انت دوست في الموضوع ده لا يعني على قد ما شاء الله. يعني الجزئيه ان انت يعني نتكلم بقى في مجال التجميل مفيش حاجه اسمها انك هتخش لواحده عاوزه تعمل حاجه في بشرتها تقول لها هاخد حاجه من جوه العظم تمام. فاكيد طبعا دي حاجه غير مطروحه تماما. في حاجه ليها علاقه بان الخلايا الجذعيه لقوا انها بتركيزات عاليه جدا موجوده وسط الخلايا الدهنيه في الجسم. عشان بس الناس عارفه مفيش في مصر لسه عشان بس ايه محدش يقول كلام مش موجود. مفيش في مصر حاجه اسمها ان احنا نفصل خلايا جذعيه من الدهون، مش موجوده لسه. التكنولوجي دي مش موجوده ومش مرخصه في مصر عشان الاجهزه اللي بتفصلها لسه ما خدتش حاجه اسمها الFDA تصريح التداول العالمي اللي احنا قلناه من شويه، فبالتالي هي غير مرخصه اصلا في مصر، فبالتالي مش موجوده. ايه اللي موجود في مصر بالظبط عشان بس ما يبقاش في كلام في مجالي في جراحه التجميل؟ زي ما احنا قلنا الخلايا الجذعيه دي موجوده في الدهون. حاجه جميله جدا. احنا لسه قايلين ايه من شويه؟ احنا ممكن ناخد الدهون ونحقنها في اماكن. صحيح. انت هتعمل حاجه كانت بتتعمل طول عمرها اصلا من زمان بس ممكن تزودها شويه بتركيزات شويه. ان انت ايه واحده مثلا عندها ضمور في الوش، عندها الخدود دي خست قوي، ممكن بيتاخد دهون من مكان تاني وتتركز قوي وهي كده كده مع الخلايا الجذعيه بتاعتها فهتتحقن. مفيش اكتر من كده. بعد الكلام ده مفيش حاجه اسمها خلايا جذعيه في التجميل في مصر، مفيش خالص. بيتسمع بقى عن ايه؟ عشان دي نقطه مهمه قوي وممكن يبقى نتكلم في موضوع حقن الدهون الخلايا الجذعيه دي ايه دورها اصلا. يعني ان احنا بنحقن مثلا خلايا جذعيه لتساقط الشعر للبشره اللي مش عارف ايه، كل الحاجات دي يا جماعه مش خلايا جذعيه. دي حاجه اسمها مستخلص لخلايا جذعيه بتتاخد حاجات صناعيه بتبقى فيها شويه عوامل نمو وبتاع حاجات كلها مش وحشه لكن هي مش خلايا جذعيه. يعني احنا عارف اللي ايه خد المصطلح البراق الفظيع اللي داخل بعد سنين الله ينور عليك فيبان ان دي خلايا جذعيه كبيره. لا لازم الكلام ده يبقى واضح ويتقال للمريض كده لما هنحقن، وده بنتعمل وبنحقنه حاجات بتبقى زي الفيتامينات، حاجات كده بسيطه بتتحقن للبشره مستخلص كده ليه علاقه بحاجات اوريدي كانت مخلقه، حاجات ليها علاقه بالخلايا الجذعيه فبالتالي تضيف بعض الحاجات البسيطه. لكن الخلايا الجذعيه بتاعتك مش هنعرف لغايه دلوقتي في مجال التجميل نستخلصها لوحديها ونحقنها لك لاغراض مختلفه. دي مش موجوده. طيب عشان احنا قدامنا دقيقتين يا دكتور ده اخر لينك. خلينا ناخد رسالتين اللي جم. حد بيسال، واحد بيقول انا وقعت على دماغي وانا صغير وفي حته اتعورت وما طلعش فيها شعر، انا عندي 16 سنه، هل في حل؟ طيب في حل تجميلي؟ ده محمد. والرساله الثانيه لو سمحت عايز اعرف اي تفاصيل عن جراحه تجميل الاذن الخفاشيه، انا عمري 24 سنه. حلو. اول حاجه بس كده كلمتين لمحمد، في حاجه اسمها زرع شعر، والاستاذه الثانيه في عمليات بتتعمل الاذن الخفاشيه. لو هنتكلم في تفصيليا شويه مكان الجرح نفسه خلينا نبقى عارفين احنا لما اي حد بيتعور لا قدر الله لما بيجي يلتئم المكان مش بيلتئم بجلد، بيبقى المنطقه اللي في النص ربنا خلق لنا حاجه اسمها الفايبرس تيشو او الصمغ الطبيعي اللي بيلئم المنطقه، ده مش جلد طبيعي. فبالتالي الحل الوحيد ليه ان احنا نزرع شعر، بس في عندنا كويستشن مارك، في عندنا احتماليه ان الشعر بعد ما يتزرع ممكن ما يطلعش، عشان كده ممكن يتعمل له تيست، يتاخد شعر من مناطق عنده ويتحط شويه شعر في المنطقه دي نفسها ونشوف. الغالب انه بيطلع واحنا بنشوفه، لكن برضو وارد في نسبه ما انه طبعا ان في الاخر ده مش جلد سليم 100%. فبالتالي بس برضو عشان الناس تبقى عندها هوب، احنا ناس لا قدر الله بيبقوا محروقين، يعني منطقه اللي هي كان فيها شعر محروقه وبناخد شعر بمكان وبنزرعه في مكان الحرق وسبحان الله بيطلع. تمام. فالامل كبير عشان بس ما نخليش الشخص اللي بيسمعنا يحس ان ده مش، لا الامل ان شاء الله كبير، بس لازم تعمل تيست الاول. طيب. ده موضوع زراعه الشعر الطبيعي وده قصه كبيره جدا، زراعه الشعر الطبيعي ده. القصه الثانيه في موضوع الاذن الخفاشيه، طبعا دي بنشوفها كتير قوي، اللي كان بيتكلم تقريبا في العشرينات او 24 سنه. تمام. الاحسن قوي، وده برضو رساله لكل اللي بيسمعونا، اي حد يعني اب او ام عنده ودن واسعه او كبيره يعرف ان ابنه غالبا عنده كده، الاحسن في السن الصغير انها تتعمل. الكبير بيتعمل برضو بس ليه احتياطات اكتر علشان الغضروف نفسه لما يكبر ويبقى هو عنده مشاكل نفسيه يعني فيه.
دكتور رامي نورتنا وشرفتنا أنا مبسوط وسعداء أوي إني كنت بوجودك معاك. معانا، وان شاء الله تبقى معانا كوبلي قريب جميل جدا. ربنا يخليك. ميرسي قوي يا ميرسي يا مراد. دكتور. نورتنا يا دكتور. ميرسي شكرا. قوي، ربنا يخليك. كان مشرفنا ومنورنا دكتور رامي العناني، استشاري جراحه التجميل والليزر وزميل الكليه الملكيه بانجلترا وعضو الاكاديميه الامريكيه لجراحه التجميل. 1006 رقم المسجز 38335 نسمع دلعونا لنوال الزوق واعلانات ونرجع.